احنا من اشهر احتفاليه بتبقى موجوده في فيينا كل سنه في الوقت ده، وهي النويا شتيفتر كيرتاج. ليه سميت كده؟ المكان ده اسمه نويا شتيفتر امفالد. هو ده كان زمان في القرن ال 18 كانت ده كلها قريه زراعيه، وفي القرن ال 18 القريه دي جه في وقت من الاوقات خسرت محصول العنب بتاعها كله، فطلبوا من الامبراطوره ماريا تريزا ان هي تعفيهم من الضرائب والفلوس اللي بيدفعوها، وقالت لهم كمان انتوا تقدروا ان انتوا تبيعوا محاصيلكم وحاجتكم واكلكم عشان تعوضوا الخساره. وبقى دي احتفاليه بتقام كل سنه في قلب المكان ده. زي ما انتم شايفين الناس بتلبس، الستات بتلبس اللبس الشعبي بتاعهم او اللبس اللي هو الفلاحي، والرجاله بتلبس برضو البناطيل اللي هي ايه زي ما انتم شايفين، ده هو اللبس المعتاد في الاحتفاليه دي. احنا هناخد لفه وتشوفوا الاحتفاليه، اشهر احتفاليه موجوده في فيينا. يلا بينا. من اشهر الحاجات في الاحتفاليات اللي زي ما انتم شايفين عربيات الاكل. الاحتفاليات دي كلها بيكون فيها عربيات اكل، وهنا الناس بتيجي عشان برضو تجرب البيره اللي هي اللي ليها طابع نمساوي، وبيقضوها بقى اكل وشرب. احنا كده ماشيين في وسط الناس زي ما انتم شايفين، ودلوقتي هنروح لمكان تاني. يلا بينا. طبعا كل واحد عنده حاجه بقى زي التاتو، عندك اي ماركه اكل شرب الكلام ده، وده اعزكم الله الحمامات، عندك اي حاجه بقى تقدر ان انت تعرضها هنا. المكان ده بيكون ارض خصبه لكل واحد عنده منتج يقدر يبيعه، او الشركات العالميه هنا زي بنك رايفايزر بنك، كل الشركات بتيجي تعرض البروشورات بتاعتها وتقول المنتجات بتاعتها، عشان الاحتفاليه دي من اكبر الاحتفالات اللي هي بتقام في فيينا كل سنه في نفس الوقت. فدينا احنا بناخد فكره اهو عن الموضوع، ودي كنتوا بتلفوا، وكل زي ما انتم شايفين الناس لابسين اللبس اللي هو التراديشنال التقليدي بتاع الحفليه او الاحتفاليه دي من كل سنه. يلا بينا نشوف من مكان تاني برضه. زي ما انتم برضو شايفين يا جماعه الكافيهات هنا عامله ازاي. بصراحه يا جماعه افضل حاجه هنا في الشعب النمساوي ان هو بيعرف يحتفل بكل اعياده ازاي، ما بيضيعوش اي فرصه يحتفلوا فيها باعيادهم. طبعا هم بيكون اكتر وقت مخصصه ليهم ان هم بياكلوا وبيشربوا والبيره والخمور، بس ده طبعا هم احتفالياتهم كده، وكل واحد ليه احترامه. زي ما انتم شايفين المكان فعلا يا جماعه كبير جدا، يعني لسه بقى ايه على مرمى البصر، انت بتمشي كده المكان كبير جدا تقدر تروح. بس كل حاجه في الاحتفاليه دي، في موسيقى، في احتفاليات اكل شرب، بيره خمور، كل حاجه هم بيقدروا يحتفلوا بيها او بينبسطوا بيها بيعملوها. وبالاخص النهارده برضه عشان في اجازه في البلد، فالناس كلها بقى ايه بتنبسط بالوقت كله. يلا بينا من مكان تاني. يا جماعه ده برضه بيعمل ايه سمك وجمبري وذره والكلام ده كده، ما شاء الله يعني. يلا بينا. زي ما انتم شايفين برضو هنا في باند موسيقى، الناس كلها قاعده ما شاء الله، الناس كلها ماشيه هنا، كل اللي بيرقص وبيتبسط، كل واحد ماشي باحترامه ومفيش اي مشكله خالص. يلا بينا. احنا كده بقى يا جماعه في اخر الاحتفاليه، الناس كلها بقى قاعده برضو هنا اهو. زي ما انتم شايفين المكان كبير جدا، تقدر بقى تتمشى فيه زي ما انت عايز.